محمد جان وداني قال اريد له واحده من يمها، فان شاء الله. شوف ما شاء الله الله روح الله ياك. الله حي يا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون الصحه؟ يا رب يحفظكم اخوتي الغاليين. طبعا ثاني طير ينوكل عندي داخل المحل من وراء الجريدي. ثاني طير نوكل من يم البالاج ونوكل من يم الطير ارفلي. فشباب اليوم جبت لي لزقه مال الجريديه وجابوا لي هذا الطير. شوفوا لي هنا هاي الطيره جابوا لي ارفليه. فانا راح احاول شو اسوي حتى لو ينوكل طير من الطيور. راح اطفي القلوب او اطفي الشمعه وجبت هاي اللزقه، جبت بس واحده. فراح اسوي تجربه عليها، اذا صدناه نصوره لكم. شباب قبل لا نبلش بالفيديو او نبلش ان شاء الله باكر بالفيديو هذا، اللايك، واذا كنت ما مشترك بالقناه اشترك، وتعالوا خلينا نشوفكم الطيره اللي جابوا لي اياها. يلا حبايبي اللايك اهم شيء. شباب هاي الطيره الارفليه اللي اليوم جابوا لي اياها، ما شاء الله طيره كلش حلوه، بس لكن مقصوصه. شوفوا قاصينها، وهاي الطيره ب6 ريال. شباب صاحبها قاسها يقول لي طلع فيها زقه، وقال ما راح اطلع فيها زقه، هاي هديه ان شاء الله. راح ننتظر منها باكر ونخلي هاي اللزقه مالت الجريدة. تعالوا شوفكم وين راح نخليها. تعالوا شباب، هاي فتحه مثل ما قلت راح اسدها وراح نخلي بالمحل كله بس فتحه واحده. فتحات بالمحل نخلي بس واحده واحده. شنو واحده واحده؟ نخلي بس فتحه واحده، ولو وجدنا حتى من المناخ لو يكون، بس الاشياء كلها طيب. راح اضحي الحمامه من خالف عادي مثلكم، بس اهم شيء اسوي الطير. شوف وين فتحه، وين فتحه، هاي فتحه جوا راح افتحها له. شوف وين هاي فتحه جوا راح افتحها للجريدة. انا شوف الفتحه من هنا، راح نخلي اللزقه هنا. بركة الله نصيده واصور لكم ان شاء الله. اللزقه خليناها هنا، شوفوها هاي اللزقه خليناها هنا، ونقول يا الله وخلنا نضحي لنا باي طير من ذني. شوفوا راح اضحي بهذا، هذا ولو هذا ما في فايده، هذا راح اشمره بالقاع وعفنه. الطير الثالث الوكل عندي واللزقه كل شيء ما فاضي. تعالوا شوفوا هذا الطير الوكل، يعني هذا راسه. شوفوا هذا راسه ماضي، راسه ماضي. اللزقه اللي مخليها، شوف اللزقه اللي مخليها صايده براسي ولازقين انا وطالع، يعني ما تفيده لا لزقه ولا تفيده الا سم. يلا نرتاح من يمه. بعد شي راح نجيب اسمنت وخبط نسد الفتحات. لو نسوي شغله واحده ناخذ طيور للبيت، لان ملينا والله ملينا ثار الطير. هذا اخونا خطي هنا، يعني ضوجتنا حاجه على اساس شوف هم حاطينها مال الجريدة، يعني حاطينهم الجريدة هنا. ليش ما صادت الجريدة؟ اطلب الشركة مال هاي، اطلبكم لزقة. يلا فدوة قلنا نضحي، وضحينا بالطير اللي شمرناه البارحة بالليل. ما طاحت باللزقة، طاحت بهذا الطير وما طاحت بواحد من الطيور الاليفات. طبعا الطيور كلها نخلص شوف صايدة، راح ناخذ للبيت ونخلص من يمه هناك نروح ناخذ للبيت. شباب والله ما ادري ايش اسوي. هاي الطيور شوفها كلها ماتت، حرامات. يعني هذا ثالث طير، بس هذا ما يعني هو هذا ما يفيدنا، انا هذا الطير ما يفيدني، فضحيت به. وان شاء الله روح الله ياك. يوم جمعه اروح اسوي لكم الطيور اللي بالسوق، اسوي لكم شويه واهس عليهم، واصور لكم الاجواء مالتنا هنا بالنهروان. وشوفوا وجه شلون محترق، هذا كله حرق، محترق من الدخان مال اللحيم. شوف شباب يلا نكبر وننسى، نكبر وننسى شباب، نكبر وننسى.
طبعا راح اطبخ هاي الطيرة. هاي الطيرة نخليها هنا بهاي الخانة سووها. بهاي الخانة سووها نطبخها هنا. ونجيب هذا الفحل. تعال ايش؟ رجل قوي. نخلي هذا الفحل هنا. ونجيب هذا الباب. نسد هاي. ونطبخ ذن هنا. شو تقول شلون نطبقه؟ فليه بيضة وارفلي فليه الازرق. تلقى والله ما متشن فايدة. تعال هاي عندكم انتم متفاهمين عليها كم لون بيها؟ صحيح الهاشة الفريزية، انتم وش يصيحوا لها وياكم؟ وش اسم الطيرة بمنطقتكم؟ تارة محرقة، احنا نسميها محرقة، نسميها مرقطة، هاي هيك لون. بس انا يمي اسميها الهاشة الفريزية. شباب راح اروح للبيت ابدل لي لزمت لي شغلة راح اشتغلها، لزمت باب وميز. هذا رزق من رب العالمين الحمد لله والشكر. شباب اكو شغله هم بشوفكم اياها، بس قبل اشوفكم اياها اللي جاي جديد للقناه خلي يخلينا لايك ويشترك بالقناه. وتعالوا اشوفكم المحميه اللي مخليها ببيت اخوي والحديقه اللي مسويها انا وياه. تعالوا اعطونا رايكم بالتعاليق. هاي الحديقه، هاي الحديقه اللي سويناها مثل ما تشوفون حبايبي. طبعا باكثر من فيديو نطلعها لكم. هاي المحميه مالتنا البسيطه. شوف ما شاء الله. طبعا بينا فراخ من يعني من امهاتي من طرف. هذا البيت، هذا الابيض شوف هذا ما شاء الله هسه خلنا هذا شوف هذا الابيض، هذا ابيض ابو عيون حمر طلع من امهاته منا يعني الزقه مالته منا. وهاي الوشفه قديمه انا سويتها. وشوفوا هاي سويت وحده هنا انا اخليها حتى ياكل من الحمام يعني فخات العصافير. فشافها محمد يان وداني قال اريد له وحده من يمها. فان شاء الله راح اسوي له اثنين ونرتبهن ونغلفهن إليه ونوديهن إلى هدية. إذا تريدون بالفيديو القادم إن شاء الله نسويها إليه، كتبونا بالتعاليق. شباب اثنين كوكتيلات طيرة فحل هنا. طبعا هذا القفص أنا هم اشتغلته. شوفوا هسه عندنا نقول شي تعير بيه مطينا قفص. لحد الآن ما مبيضات يعني صار فترة عندنا ولحد الآن لا مبيضات ولا فرخات لأن مكانهن صغير. قررنا أنا وعدنان هاي إن شاء الله بعد كم يوم نسويها محمية كاملة تخص الطيور الناعمة كلها يعني الطير الحوب، طير أبو التمر، أشكال الطيور. فأكو هم زوج الطيور بعدنا ما مصورين لكم. تعال أشوفكم إياها. هاي هنا للساد الحين الساد ما نريد نطلعها برا. تعال الباب يخليه يطلع. لا خليه ما له خلقه مكات مشتغلات. هسه بدلت ملابس مالت الشغل وراح ننطلق للمحل ان شاء الله. شباب احتمال هالفيديو لهنا وراح ينتهي. كتبونا بالتعليق ايش تردون ان شاء الله راح انزل لكم فيديو. ان شاء الله الفيديو القادم راح ننقل الطيور او ان شاء الله راح اروح اصيد السمك. فلوق نسوينا نروح نصيد السمك او نخيم خارج النهروان. فلا اريد منكم حبايبي شكو شخص جاي يشوف هذا الفيديو اللايك واللي ما مشترك بالقناه خليه يشترك ويفعل زر الجرس ويسوي لنا مشاركه لاصدقائه. يقول لهم ان شاء الله جعفر رجع بقوه. وشباب باقرب وقت خلينا نطب ال50,000 حتى نحتفل انا وياكم بال50,000 ان شاء الله. مو بالمنطقه بغير مكان ان شاء الله. يلا حبايبي وصلنا نهايه الفيديو. اشكركم على تفاعلكم هذا واشكركم على الاستمرار وياي انتم. احبكم هواي. اخوكم جعفر شمال. باي.